وزي ما شفنا في الجزء اللي فات لما جونغ كسب في تحدي بغا وبقى قائد محاربين لمدة 3 أيام، وأمر إن في خلال ال3 أيام دول الشيالين العاديين يبقوا في نفس مكانة المحاربين. وأثناء ما القافلة ماشية جونغ قابل رئيس التنين المتدرج ومنعه من إنه ينقل بضاعته من خلال النهر، بس جونغ بذكائه قدر يقنعه إنه يعدي بالبضاعة بالتراضي. هل جونغ هيقدر يعدي فعلا ببضاعته ويوصل لمكان جبل غامكسان وينتقم الأحياء الموتى هناك؟ كل ده واكتر هنعرفه سوا النهارده، بس قبل ما نبدا افكرك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتديني اللايك، ويلا بينا نكمل. وبنعرف ان بعدها بيوم كل البضاعة اللي مع جونغ والمحاربين راحت لمنطقة يانغوتشو، ولما وصلوا سلموا جزء كبير من البضاعة لتجار المنطقة دي وتفضل جزء، وده اللي هيتسلم لجبل جيان يوي، وهم في طريقهم دلوقتي للجبل ده. وبنشوف جونغ وهو ماشي بحصانه بيقرب عليه بغا وبيقول له هي الامور مشيت كويس ولا ايه؟ اصل انت ما رضيتش تفطر انت والمحارب بولما ومشيتوا بسرعة وقلت انك وراك حاجة هتعملها، ودلوقتي في ريحة فراخ طالعة منك. هو انت متأكد انك سلمت الفلوس لدوك وهادس؟ وبيرد جونغ ايوه اكيد، هو يعني هادس ودوك هيساعدونا اننا ننقل البضاعة ببلاش يعني؟ ووقتها بيتوتر جونغ لانه اصلا في الاخر ما دفعش حاجة لدوك، والفلوس اللي اداها لهادس رجعله تاني. وبعدها بيسيبوا جونغ وبيروح لغونغ وبيقول لها قولي لي صحيح هناخد وقت قد ايه علشان نوصل لجبل جيان يوي؟ وبترد غونغ بص هو في العادي الطريق هياخد 5 ايام، ولكن احنا لازم نقلل الايام دي ل3 ايام بس عن طريق الطريق المختصر اللي هنروح له دلوقتي، وهو غابة جميلة كده في وسطهم طريق مختصر. وبيرد جونغ بس اكيد في سبب ان الناس بطلت تمشي في الطريق المختصر ده. وبترد غونغ لا، كان في جمعيات كتير ووكالات مرافقة بيروحوا لهناك على طول، ولكن من 20 سنة ظهرت طائفة مجد التنين، ومن وقتها محدش بقى بيمشي في الطريق المختصر ده. ووقتها بيتحشر بغى في الكلام وبيقول الطائفة دي شريرة جدا والناس اللي فيها بيعملوا حاجات غريبة وعندهم أمراض الدنيا كلها، وده بسبب ان لما حد فيهم بيتقطع طرف من أطرافه بيروحوا قاتلين أي حد بيوصل هناك وبياخدوا أطرافه ويعوضوا بيها المصابين اللي من طائفتهم، وعلشان كده اختيارنا للطريق المختصر ده مش صح ولازم نرجع بسرعة. وبترد غونغ انا فاهمه خوفك ده، ولكن ما تقلقش طول ما انت معايا، لان الطوائف اللي في الغابه دي بتخاف جدا من جدي. وبتوصل القافله كلها للغابه بالليل، ووقتها بيقول جونغ في نفسه انا مش حاسس بوجود الطائفه الشريره، ولكن من اللي حصل في حياتي السابقه فانا حاسس ان عند جبل تشينغ ما هيظهر قطاع طرق ويقتلوا كل القافله زي ما حصل معايا زمان، فعلشان كده لازم اخد بالي كويس من كل اللي معايا لحد بس ما نمشي من هنا. ووقتها بيجي بغا وغونغ وبيطمنوه ان مفيش اي حركه حواليهم ومفيش وجود للطائفه الشريره. وبعدها بيقرب جونغ على بغا وبيقول له شكرا انك كنت بتنفذ اوامري الغبيه في ال3 ايام اللي مسكت فيهم قائد للقافله، وبعتذر لو عملت حاجه ضايقتك، ومن بكره انت هترجع القائد تاني زي ما كنت، اتمنى انك تاخد بالك من سلامه الكل. وبيقعدوا كلهم سوا وبيقول المحارب بولم في اسطوره قديمه عن دوره الارض الغامضه وبتسمى باسم روح السماء والارض، ودي بتعيش على جبل ووزي في جزيره هاينان وبتنام طول النهار وبتطلع بس بالليل، ولكن في يوم من الايام حد مسكها، ولما حد بيقدر يمسكها بيبقى ده حدث رائع والشخص ده هيتسجل في التاريخ، واول حد قدر يمسكها اتقتل واتاخدت منه الدودة، والشخص اللي اخدها برضه اتقتل على ايد شخص اقوى منه وهو شيطان عظيم من مدينة جيانغشي. وبيرد بغا الشيطان العظيم ده مستخبي في جمال شيان شيا، وبيتقال انه بيعيش منعزل هناك وبيمسك اي حد بيحاول يوصله وبيدي روحه للدودة دي، وده علشان يجدد السموم اللي فيها واللي علشان كده هي سامة جدا. وبيرد جونغ ده اكيد مات ناس كتيرة جدا بقى هناك. وبتقول غونغ هي ايه الاخبار المرعبة دي؟ طب هو مين اصلا الشيطان العظيم ده؟ وبيرد بغا ده راجل عجوز كده اسمه الزهرة الجذابة، وعلى الرغم من اللقب بتاعه اللي بيبقى لطيف ده ولكنه اصلا شخص مجنون، وبسبب اللي بيعمله في الناس فهو قوي جدا ويستحق انه يتقال عليه شيطان عظيم. وطول حياته المعركة الوحيدة اللي خسرها كانت ضد زعيم البرق، ووقتها الزعيم ده علم على وشه بسيفه، ومن وقتها الجرح اللي في وشه بيطلع ضوء غريب زي ما يكون ضوء برق. وفجأة وهم قاعدين بيسمعوا كلهم صوت انفجار غريب، وبيطلع شخص مرعب ضخم بيقول هو انا فين؟
وبنعرف ان ده الشيطان العظيم اللي كانوا بيتكلموا عنه الملقب بالزهرة الجذابة، والكل واقف مرعوب منه وبيقول لهم الشيطان العظيم انا مش مهتم انتوا مين، ولكن اللي متأكد منه انكم هتموتوا كلكم على ايدي. ووقتها بغى بيأمر مجموعة من المحاربين انهم يهجموا عليه، ولكن محدش بيقدر عليه، ومجرد ما بيقربوا بس عليه بيقدر الشيطان العظيم بقوته انه يخليهم كلهم يترموا على الارض. وبغى لما بيلاقي ان الموضوع كبير بيقرر يتدخل هو وبيجري على العجوز بكل سرعته، بس العجوز بيمسكه وبيخنقه من رقبته بقوة. ووقتها جونغ بيقرر انه يروح ينقذ بغا، بس بولم بيوقفه وبيقول له بلاش تقرب، الموضوع كبير ومش هينتهي بسهولة، فانا اللي هروح اتصرف معاه. وبيطلع بولم سيفه وبيقرب عليه، بس العجوز بيمسكه من رقبته بالايد التانية وبيرفعه من على الارض هو وبغا. وجونغ بيأمر كل المحاربين انهم يمشوا من المكان ده ويبقوا على بعد 10 متر على الاقل. وبينحني جونغ قدام العجوز العظيم وبيقول له أنا بعتذر إن ما كنتش قادر أتعرف عليك، ولكن أنا كنت في انتظارك يا حضرة الزهرة الجذابة. وبيرد العجوز هو أنت مين؟ وبيقول له جونغ قبل ما أقول لك أنا مين يا ريت تسيب زمايلي اللي خانقهم بإيدك، وهعرض عليك عرض كويس. أنا عارف إنك تقدر تقتلنا بصبعك الصغير، فليه يعني هتستعجل على قتلنا؟ أما ممكن تهدى ونتفاوض سوا. وبيديله جونغ إزازة مشروب يشربه، ووقتها بيسيب بولم وبغى. وبيقول العجوز لجونغ قول لي انت عارفني منين؟ وتقصد ايه بانك كنت في انتظاري؟ ولو حاولت تتهرب مني هقتلك. وبيحكي له جونغ عن المعلومات اللي عرفها عنه وعن دودة السماء والارض. وبيقول له كمان جونغ انه حاسس ان ده مش شكله الحقيقي وانه متنكر. وبيقول له العجوز لو انت بتعتقد ان دودة السماء والارض كانت جوه جيان غشي اللي انت بتنقله، فليه ما قطعتهمش علشان تخرج الدودة؟ وبيرد جونغ لان لو قطعنا جيان غشي علشان جشعنا وطمعنا فهنقل في نظر الأحياء الموتى. وبيرد العجوز أنا خدعت آلاف المحاربين، ولكن أول مرة محارب يعرف إن ده مش شكل الحقيقي. وفجأة بيتحول العجوز وبيبقى شكله مرعب جدا، وفي خط بيطلع ضوء من دماغه. وبيقول له جونغ على فكرة أنا بعت إشارات بأنك ظهرت أخيرا، وفي خلال نص ساعة هيجي 30 طائفة وآلاف المحاربين علشان يخلصوا عليك. وبيتعصب العجوز وبيخنقه من رقبته وبيقول له أنت عامل لي كمين، أنا هقتلك يا كلب. وبيتفاوض جونغ معاه وبيقول له انا هساعدك في انك تتخلص على اللي جايين لك دول وتهرب من هنا، ولكن عندي شرط وهو ان تديني نص دودة السماء والارض. وبيرد العجوز هو انت ابن ملك المرافقة، ازاي شخص عظيم زي ده يبقى عنده ولد حقير زيك؟ ولكن انا موافق ان اديك نص الدودة، بس وقتها هقتل كل المحاربين اللي معاك. وبيقول له جونغ لو بس لمست حد من المحاربين انا هساعد الطوائف والمحاربين اللي جايين انهم يقتلوك هنا. ووقتها بتقول غونغ ده سيف البرق جاي لهنا، وده واحد من الفنانين القتاليين الاقوياء. وبيقول لها العجوز هو انت مين وليه لابسه زي الرجاله كده؟ ووقتها كل المحاربين بيتصدموا ان المحارب غونغ اللي معاهم ده اصلا بنت مش ولد. وبتقرب غونغ على العجوز وبتفك شعرها وبتطلع السيف بتاعها. وبيتفاجئ العجوز انها معاها سيف البرق، وبتقول له انا مبسوطه ان قدرت تتعرف على تقنيه السيف بتاعتي، ولكن انا عايز اقول لك ان نام جونغ يونغ بيكون جدي، فيا ريت كده ما تعديش حدودك معانا، والا انا وكل المحاربين دول هنقتلك في خلال ربع ساعة بس. وبيقول العجوز انا هعد لحد 10، ولو كل المحاربين اللي قدامي دول ما مشيوش فانا هطير رقبتهم. وبيقرب بغى على جونغ وبيقول له جونغ خد كل القافله واهرب بعيد عن هنا. ووقتها بيحس بغى ان جونغ بيخطط لحاجه، فبياخد المحاربين كلهم وبيمشوا علشان يخرجوا من الغابه. وبيقول جونغ في نفسه ده في مخاطر تانية هنا غير الشيطان العجوز العظيم، بالأخص يعني طائفة مجد التنين، فكان لازم إن الكل يمشي من هنا. وبرغم إن ما ينفعش قائد مرافقين يمشي كده من غير ما ياخد البضاعة بتاعته، ودي حاجة هتبوظ سمعة بغى والمحاربين اللي معاه، بس برضه انك تعيش سمعتك بايظه اهون من ان كل المحاربين والشايلين بتوعك يموتوا. وبيتفاجئ جونغ بانه غونغ انها موجوده وما مشيتش مع الباقيين، وبيامرها انها تمشي، ولكن بترد وتقول له شكرا انك عايزني امشي علشان تحميني، ولكن لو انا مشيت الكل هيتاذي، وبعدين انا عارفه حاجات في المكان هنا اكتر من اي حد، فلازم افضل معاك. ووقتها بيجي العجوز وهو شايل على كتفه محارب ميت، وبيقول عن غونغ خليها تيجي معانا لانها هتكون مفيدة ليا، وانا هاخدكم انتوا الاتنين كرهينة ليا،
فيلا بينا نمشي من هنا كلنا. وبيعدي 4 أيام من يوم ما خرج جونغ وغونغ من الغابة، والشيطان العظيم ما قتلهمش كل ده. وخلال ال4 أيام دول مفيش حد فيهم أكل أي شيء، والشيطان العظيم قال لغونغ إنها تحافظ على قوتها علشان في حاجة عايزها تعملها له. وبنشوف جونغ وهو شايل المحارب الميت على ظهره، وغونغ بتعرض عليه إنها تشيله بداله، بس بيقول لها لا بلاش يا ستي، كده هتفقدي جزء من قوتك والعجوز هيقتلني. وبيمشوا سوا لحد ما بيوصلوا لمخبأ جوه كهف بقيادة الشيطان العظيم، وهناك جونغ بيحضر أكل ليهم، وبيطلب من العجوز إنه يديله الخنجر علشان يقطع الخضار، وبيوافق العجوز. ووقتها بيقول جونغ في نفسه من وقت ما العجوز أخدني كرهينة وهو أخد الخنجر بتاعي وخلاه معاه علشان خايف إن نعمل له كمين وهو نايم ونقتله. وبيعمل جونغ الأكل وبيدي الغونغ، وبتقول له أنا آسفة إني خدعتك وتنكرت في صورة ولد. وبيرد جونغ لا انت ما خدعتنيش ولا حاجه، لان عارف من ساعه ما اتقابلنا في المطعم من فتره ان انت الولد اللي كان معايا في الامتحان بسبب الحسنه اللي على وشك. وبتتصدم غونغ وبتقول له يعني انت كل الفتره دي عارف ان بنت وكنت بتعاملني على ان راجل؟ عموما انا اسفه برضه، ولكن هل احنا دلوقتي نعتبر صحاب؟ وبيرد جونغ اكيد بعد كل اللي مرينا بيه سوا ده فانت بقيتي صاحبتي المقربه. وفجأة وهم قاعدين بيلاقوا العجوز ماسك المحارب الميت وبيطلع دودة روح السما والأرض وبيخليها تمتص دمه. وبعدها بيقول العجوز أنا دلوقتي يا روح السما والأرض هشربك دم بنت الأول مرة. وبيقول لجونغ وغونغ هو انتوا عارفين ليه بشرب الدودة دم الناس؟ وده لأني عايز أجدد سمها. وانت يا بنت قلتيلي انك حفيدة سيف البرق مش كده؟ انا هضحي بدمك النهارده لروح السما والارض وبعدها هطير راسك. وبعدها العجوز بيقرب على غونغ وماسك روح السما والارض في ايده وبيقول لغونغ هي هتمتص دمك دلوقتي واوعي تأذيها بأي شكل وتضيعي كل مجهود اللي عملته معاها. ووقتها بيجري جونغ عليه وبيقول في نفسه على الرغم من ان في فجوة كبيرة بين قوتي وقوة العجوز ده، ولكن انا هحاول اني اوقفه بقدراتي السريعة. وبيقرب جونغ عليه ولسه هينزل عليه بالخنجر بتاعه، ولكن العجوز بيديله بالرجل بيطيره. وبيقول جونغ مش قادر اصدق ان هجومه كان اسرع من قدراتي. وبيحس العجوز وقتها ان جونغ ما عندوش اي فنون قتاليه، وبيقول لجونغ انا غيرت رايي، انا هخليك انت اول وجبه لروح السما والارض، وده لانك مليان طاقه برغم الرحله الطويله اللي مشيناها سوا، فانا هخلي الدوده تتغذى على اعضائك الداخليه. وبيقرب العجوز عليه وبيخليه يبلع الدودة دي وبيقول له مش انت كنت عايز تاخد نص الدودة؟ اديك خدتها كلها اهو، اي خدمة. وبياخد العجوز ازازة العصير اللي جونغ اداها له قبل كده وبيشرب منها، ولكن بيتفاجئ بوجود سم جواها. وبيقول لجونغ لما انت رفضت تاكل معانا ولقيتك سايب الازازه دي انا حطيت لك فيها سم، ودلوقتي جت اللحظه اللي هقتلك فيها. وبيقرب جونغ عليه بخنجره بس العجوز بيديله بالبوكس وبيقول له هو انت فاكر ان السم ده هيموتني يعني يا عبيط؟ وجونغ مش بيبقى عارف يقتله بأنهي طريقة، فبياخد حلة مياه مغلية وبيرميها عليه ولكنها برضه مش بتأثر فيه. ولكن فجأة بيحس جونغ ان صدره بيطلع نار، وده نفس الإحساس اللي حصل له لما كان في المطعم قبل كده، ولكن بتكون نار أكتر بكتير من المرة اللي فاتت. وبيستنتج جونغ ان ده بسبب ان روح السما والأرض اتفعلت مع التعويذة اللي جوه جسمه. وبيدخل جونغ في حالة غريبة، وبعدها بيفوق بيلاقي غونغ مرمية على الأرض، وبيقرب عليها بيلاقي جسمها متلج ومزرقة وزي ما تكون فاقدة الوعي بقالها فترة طويلة. وبيشيلها جونغ وبيحطها جنب خشب مولع وجسمها بيتدفى وبيرجع لطبيعته. وبيبص على العجوز بيلاقي قاعد مش بيتحرك، فبيقوم وبيروح له وبيقول له هو انت لسه ما متش؟ يخرب بيتك. وبياخد جونغ الحلة ولسه هيضربوا بيها على راسه، ولكن بيصد العجوز وبيقول له هو انت ازاي لسه عايش بعد ما بلعت روح السما والارض؟ وبيرد جونغ بصراحة شكرا ليك انك خلتني ابلعها، لان جسمي امتصها والسم اللي فيها اختفى وفضل بس الحاجات المفيدة اللي فيها. وبيتعصب العجوز وبيخنقه بايده، ولكن جونغ والأول مرة بيقدر يمسك فيه ويزقه بعيد عنه. وبيستغرب جونغ من نفسه وبيقول انا ازاي بقيت قوي بالشكل ده؟ انا حتى ما عنديش فنون قتالية. وبيرد العجوز
دي قوة روح السما والأرض، وانت لو اتدربت شوية هتبقى أقوى وتوصل لقائمة أفضل 10 أقوياء في العالم. بس عموما انت مش هتلحق توصل للمستوى ده لأنك مش هتطلع من الكهف عايش. وبيستهزأ جونغ بيه وبيقول له بصراحة من اللي شفته فانت قوتك ملهاش لازمة، فيلا وتعالى وريني لو كان عندك قوة فعلا. وبيتضايق العجوز وبيهجم على جونغ، ولكن جونغ بيجي من ورا العجوز وبيكتفه من رقبته وبيقول له العجوز انا اسف ارجوك سيبني. وبيرد جونغ حس بشعور الاشخاص اللي ماتوا على ايدك كان عامل ازاي، بس دلوقتي انت هتموت وهتاخد عقابك. واخيرا بيقدر جونغ انه يخلص على الشيطان العظيم العجوز. وبتفوق غونغ وبتقول لجونغ هو ايه اللي حصل للعجوز؟ وبيرد جونغ يا ستي ده هو مرمي كده من الصبح، شكله جاله سكتة قلبية ولا حاجة. وبتسأله غونغ عن انه ازاي لسه عايش برغم انه بلع روح السما والارض، ولكنه بيكذب عليها وبيقول انه ما بلعهاش من الاساس. وبيقول جونغ في نفسه مش هتصدقني لو قلت لها ان لسه عايش بعد ما بلعت دودة روح السما والارض، فعلشان كده هحاول على قد ما اقدر ان اخفي سر اني بلعتها. ووقتها بيحس جونغ بالبرد، فبيقرر انه يقلع العجوز هدومه ويلبسها هو، ولكن بيتفاجئ ان العجوز لابس درع تحت الهدوم بيتسمى بدرع التنين الملكي. وبتقول غونغ انا ما كنتش قادرة اصدق هو ازاي عايش بعد ما قتل نص اعدائه، وكمان دخل معارك ضد 1000 محارب وبرضه ما حصلوش حاجة. ولكن انا فهمت دلوقتي ان كل ده كان بفضل الدرع. ودلوقتي يا جونغ انت اللي هتاخد الدرع ده، بس لو عايز تديهولي انا ما عنديش مانع يعني، وهكون ممتن لك قوي. وبيرد جونغ لا انا حاسس بالبرد فهاخده يدفيني. وبيقول في نفسه يا بختك يا جونغ، انت مش بس اخدت قوة روح السما والارض، لا ده انت كمان اخدت كنز نادر. وبتقول له غونغ مش فاضل لك غير 10 ايام بس على امتحان العاصمة الجاي، وانا مش هقدر اروح امتحن بعد ما الكل اكتشف اني بنت، فيا ريت انت تروح بسرعة واتمنى توصل على ميعاد الامتحان. وبيرد جونغ انت عايزاني اروح لوحدي واسيبك؟ وبتقول له غونغ ايوه انا محتاجة اصلا اكتر من 5 ايام علشان اقدر استرد طاقتي اللي فقدتها، فروح لوحدك وانا اول ما يبقى عندي طاقة همشي من هنا، واتمنى انك تعمل اداء مبهر في الامتحان. وبيسيبها جونغ وبيمشي وبيقول في نفسه على الرغم من انها اصرت ان تفضل هنا لوحدها وهتكون كويسة، بس انا برضه كنت قلقان عليها، فاديتها شوية اكل والخنجر بتاعي كمان علشان تبقى محمية، وانا لو نجحت في الامتحان وبقيت واحد من 10 اقوياء في العالم فوقتها هقدر ابقى زعيم لاي طائفة انا عايزها. وبنروح لمكتب الملك، وهناك بيوصل بولم وبغا وبيبلغوا الملك بكل اللي حصل. ووقتها بيقول زعيم اسمه هوانج انا بعت رسالة للمحاربين اللي على الحدود ان لو لقوا جونغ او صاحبه فليهم مكافأة كبيرة. وبيقول زعيم ينغ احنا طلبنا التعاون مع الشعب والحكومة في مقاطعة شينشي انهم يلاقوا جونغ، وحتى لو ما لقوهوش هيلاقوا اثر ليه. وبيتكلم زعيم اسمه يوجي وبيقول نفس كلام الزعماء اللي فاتوا. وبيجي حارس الملك وبيقول له القاضي وانغ بيدور عليك وعايز يقابلك، وبيقول في حاجة مهمة عايز يقولها لك، ولكن اخوات جونغ بيكونوا معترضين ومش عايزين الملك يقابله. بس الملك بيزعق لهم وبيقول ما يصحش، ده برضه المسؤول الحكومي عن مدينة هانغتشو فلازم تحترموه. وبنفتكر ان وانغ ده هو اللي جه بيت الملك علشان يكرم جونغ على مستواه في الامتحان اللي فات. وبيدخل وانغ ومعاه تقرير وبيقراه وبيقول الملك العظيم لازم يستلم مرسوم الملك الامبراطوري. وبيكمل وانغ قراءة في التقرير وبيقول جو وانغ امتحان العاصمة ونجح فيه وبقى باحث عالي. ووقتها بيتصدم الكل ان جونغ لسه عايش. وبيقول وانغ وبسبب النجاح اللي عمله جونغ في الامتحان ففي مكافأة 100 قطعة ذهبية وقطعة أرض كبيرة. وبيستلم الملك المكافأة وبيقول له وانغ انت ربيت شخص قدر يعدي من امتحان العاصمة، مش انا قلت لك قبل كده ان ابنك ده موهوب؟ ووقتها بيجي شخص باقصى سرعه وهو راكب على حصانه، وبيكون ده حفيد نمغونغ واخو البنت غونغ واسمه سي. وبيقابله ابن الملك وبيقول له سي انا جاي هنا علشان اقابل الملك لان عايز اقول له حاجه مهمه. وبياخده ابن الملك وبيدخل بيه وبيقول سي للملك انا اسف اني جيت من غير ميعاد كده، ولكن انا جاي اقول لك ان جونغ لسه عايش هو وغونغ اختي، وهما موجودين دلوقتي في مكان عشيرتنا، وانا عرفت انه قدر يحمي اختي من الشيطان العظيم، فعلشان
وعلشان كده انا جدي طلب مني ان اجي واشكرك واعزمك انت وعيلتك انكم تيجوا لعشيرتنا. ووقتها الكل بيهني الملك بان ابنه لسه عايش. ووقتها بيوصل جونغ لهناك والكل بيرحب بيه، وبيدخل جونغ علشان يستحمى وبيقول في نفسه ياه الواحد ملوش غير بيته برضه. انا عارف ان الموضوع ده غريب، لكن انا حاسس ان امتحان العاصمة ده كان اسهل بكتير من الامتحان اللي قبل كده، وده بسبب ان في حياتي السابقة كنت عارف كل اجابات الشخص اللي بقى باحث عالي قبلي. وبيجي جانغ مساعد جونغ وبيقول له تحب اساعدك باي حاجه؟ وبيقول له جونغ انه يقعد ويرتاح. وبيقول له جانغ لما انت كنت في مدينه بيجينغ ليه ما فكرتش تبعت رساله تطمنا بيها عليك؟ ده انا كنت قلقان كده عليك. وبيرد جونغ انا جريت لمده 5 ايام علشان اقدر اوصل في ميعاد الامتحان، ويا دوبك وصلت لقيت الامتحان خلاص هيبدا، فازاي بقى كنت هلاقي اصلا طاقه ابعت بيها رساله ليكم؟ وبيستغرب جانغ وبيقول له بس انت ازاي قدرت تسافر المسافة دي كلها بسرعة؟ ده المفروض الرحلة دي تاخد منك 20 يوم سفر على الأقل. وبيديله جونغ سلسلة مرسوم عليها أحصنة وبيقول لجانغ عارف السلسلة دي مجرد ما بوريها لأي حد بيديني أحصنة جديدة من غير أي مقابل. وبيرد جانغ علشان تاخد سلسلة زي دي لازم تكون مسؤول حكومي، فهي ازاي معاك؟ وبنروح لوزارة العاملين وهناك موجود شخص اسمه غيوم بولوي، وبيروح لجونغ وبينحني قدامه ويعرفه على نفسه. وبيقول له غيوم على الرغم من اني ما شفتش ابوك بقالي كتير ولكننا علاقتنا كويسة ببعض، وسبب اني جبتك لهنا هو اني سمعت انك نجحت في امتحان العاصمة وبقيت باحث عالي، وانا بصراحة ما كنتش اعرف ان الملك عنده ابن موهوب كده زيك، ولكن اخر حاجة كنت متوقعها ان يستغل الموضوع ده وياخد قوة من الحكومة. وبيستغرب جونغ وبيقول في نفسه الراجل ده شكلي في حاجة كبيرة ورا اخر جملة هو قالها. وبيقول غيوم انا هدخل في الموضوع على طول وهقولك مش هتقدر تاخد اي منصب حكومي في الفترة دي. ووقتها بيتصدم جونغ من كلام غيوم، يا ترى ايه السبب اللي جونغ برغم تفوقه في امتحان العاصمة مش هيقدر انه ياخد منصب عالي؟ ويا ترى ايه مستني جونغ في الفترة اللي جاية بعد ما بقى باحث عالي؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض الجزء اللي جاي، فعلشان كده افكرك لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك حالا وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، وما تنساش تديني اللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك، كل ده ببلاش يا صاحبي وده اللي بيدعمني. بس كده اشوفك على خير ويلا نقول سلام.